أي قلب أقسى من قلب يرى الأشلاء، النساء تقتل، يرى الأسرة بكاملها تردم ردما، يرى الطفل البريء تنفصل رجلاه من جسده، ويقول القتال مستمر والحمد لله نحن في الأنفاق محميين، ثم يسجدون للشكر. تؤدون سجدة الشكر مقابل ماذا؟ مقابل الأرواح التي أزهقت الدماء التي أريقت، أو مقابل الانتصارات الوهمية؟ أبلعوا أكبادهم أم قدت قلوبهم من حجر؟ ثم هم الأبطال الأشاوس ومخالفهم مخذل مشاكس. تعجبت حين سمعت من يقول لا بد من استمرار المواجهة حتى ولو كثر فينا الموت، لأن هذا الموت لا بد منه حتى لا يظن اليهود أننا استسلمنا. طيب اذهب أنت لتموت وخلص المسلمين من فتاواك القاتلة للمسلمين والمحلية لليهود الملاعين، يقولون ذلك بلا شفقة ولا رحمة، ولكن لمجرد إشفاء غيظهم يشفون غيظهم بدماء المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مراهقة شبابية ليس إلا. حين تطغى علي العاطفة أستطيع أن أنسى هذا الفقه القرآني، والفتن خاطفة، لكنني لا أستطيع أن أغض الطرف عن تلك الألوف المؤمنة التي يقدمها الأبطال الأشاوس المتحصنون بالأنفاق إلى أحفاد القردة والخنازير هدية لهم ليحصدوها حصدا بلا رحمة ولا إشفاق. قالوا في 7 أكتوبر عاملوا الناس بأخلاقكم، لا تقتلوا بريئا ولا مرأة ولا ضعيفا ولا كذا وكذا، ثم يقدمون أرواح إخوانهم هدايا للعدو بلا مردود يذكر. هدايا بالمعنيين الأخلاقي والتعبدي، هدايا جمع هدية وهدايا جمع هدي. مع الأسف أصبحنا هدايا تنحر. هكذا ترخص وراء أرواح المؤمنين عندهم وهم ينشدون الجهاد في سبيل الله. زعموا طيب كما عاملتم الأبرياء من أبناء اليهود بأخلاق الجهاد عاملوا إخوانكم بأخلاق الجهاد، تورطونهم في الدماء وتختفون. فلا توجهوا أجسادهم للدبابات يا عقلاء، خافوا الله، وتختفون فارين من الزحف، ثم تطلبون من سفهاء قومنا أن يشهدوا لكم بالبطولة وأنتم قابعون في الفنادق تجمعون السيولة. أما تفرقون بين 1000 ميت مقابل 30,000؟ أختلط عليكم الحساب أم لا تستيقظون إلا يوم الحساب؟ وإنك تعجب من قول قائل قد تكبد اليهود خسائر اقتصادية هائلة ولا ينتبه للأرواح المؤمنة التي أزهقت. أين محل الخسارة؟ الفلوس مقابل ذهاب النفوس. يا عقلاء أبعتم عقولكم؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، صح ذلك من رواية الترمذي والنسائي بن ماجه. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به، وإن كان مذموما فلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان. انتهى كلامه. يا مسلمين نهاية متدهورة أنتجتها فتاوى متهورة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تسبب في قتل نفس واحدة بفتوى استعجلها قتلهم الله، فكيف بمن تسبب في قتل شعب كامل مخالفا لجميع علماء الفرقة الناجية الكبار؟ إذا كان القمار بالأموال حراما فكيف بمن يقامر بالأرواح المؤمنة؟ سبحان الله، كم جنت هذه المغامرات وكم خسرت هذه المقامرات. أغرب من هذا كله أن الذين أوقدوا في ذلك اليوم نار الحرب يطلبون اليوم من عدوهم أن يوقف الحرب. سبحان الله العظيم، والله لننكر عقولنا لما نسمعهم. أوقدوا الحرب اليوم يقولون أوقفوا الحرب يا إسرائيل، هكذا. وفي الوقت نفسه يتهمون كل من لا يراها حربا شرعية بالنفاق والعمالة. الأمر الفظيع لا يفسر أبدا، لا يمكن أن نفسره أن نسمع أحدهم يرمي بأجساد المؤمنين في فوهات اليهود ثم يبرر جريمته هذه بقوله حماية أهل غزة مسؤولية الأمم المتحدة وقوة الاحتلال. الله أكبر. هذا حسن ظنكم بعدوكم؟ هذا مستواكم؟
يا عقلاء أليس منكم رجل رشيد؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لن نختم كلمتي هذه، واعتذر للإطالة، لكن لابد أن ننبهكم لشيء أختم به مهم. لابد يا إخوان تفرقوا بين مفتٍ متسلق وبين مفتٍ متأهل الفتوى من أهل السنة، لكن هذا المفتي الأخير أخطأ في فتياه. نحن نحفظ كرامته وندعوكم إلى أن لا تستطيلوا في عرضه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال قاض قضى بجهل فهو في النار، هذا بالنسبة للأول. أما الثاني فيرجى له أن يعفو الله عنه، وإن كانت المصيبة عظيمة عظيمة جدا. متأهل من بعض الفضلاء فلا يزالون منا ونحن منهم، وإن شددنا اللهجة على أخطائهم لأننا لا نريد أن نفسح للشيطان مجال توسيع الفرقة وتبعيد الشقة، فالعقل العقل والله الهادي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.